صباح الفل. تبقى ماشي في الشارع او جوه مول، وفجأة تلاقي واحدة ست بتزعق في ابنها بطريقة هستيرية، او ممكن بتضربه كمان. تبتدي تقول ايه ده، الست دي اتجننت، دي استحالة تكون ام. وتبتدي تحوش، يا مدام حرام، يا مدام ده طفل، بالراحة عليه. طيب حضرتك عارف الست دي اديلها كام ساعة بتلف بالطفل او الاتنين دول وعملوا فيها ايه قبل ما تقول عليها كده؟ عارف ان هي طول ما ماشيه كل 5 دقايق في طلب: مامي انا عايزه التيشيرت ده. مش وقته يا حبيبي. مامي اشتري لي عجله، احنا مش نازلين عشان نشتري عجله. مامي انا مش عارفه، عايز علبه الحلويات ديت اللي من المول الفلاني اللي ب75 جنيه. حبيبي ما معيش فلوس تكفي، انا معايا فلوس بس الحاجات اللي نازله اشتريها. مامي هاتيلي السكيرت دي. يا حبيبتي ده مش وقته، احنا نازلين نجيب حاجات معينه، لو اتبقى معايا فلوس هجيبلك. فتبتدي الاطفال تعيط، تصرخ، تتمرمط في الارض، تعنت في امها فتروح واخده الهدوم من المحل وترميها في الارض، تفتح على الناس البروفات. تفضل الست تستحمل وتعدي وتفهم مره واتنين وتلاته بالذوق: يا حبيبي مش وقته، يا حبيبي ما ينفعش، مفيش فلوس تكفي، او الحاجه دي مش مناسبه لسنك يا حبيبتي، دي ما تنفعناش، احنا ما بنلبسش الحاجه ديت، احنا ما ينفعش نجيب الحاجه ديت، اللعبه دي كبيره مفيش مكان عندنا في البيت مثلا نستخدمها. لا، تفضل الاطفال تزن وتعند وتعلي صوتها اكتر واكتر عشان تحرج مامتها، عشان تخلي مامتها تجيب. فالست بعد ما يفيض بيها بعد 4 5 ساعات، بعد ما عملت يعني حاولت كل الطرق، تصرخ غصب عنها. هي عارفة ان الناس حواليها، بس هي لا اراديا بتصرخ. يمكن العيال تخاف تكش، يحترموا نفسهم بقى، هم بيلعبوا علينا ان احنا في مكان عام فاحنا مش هنقدر نزعق، فاحنا هنستجيب لطلباتهم. فحضرتك قبل ما تحكم على الست دي وتقول دي اتجننت، ممكن تطلع كمان الموبايل وتصورها عشان تنزلها على السوشيال ميديا، وتشوف تقول الام اللي بتضرب ابنها ولا بتعذب ابنها. لا، حضرتك حط نفسك مكانها. الاطفال صعبين جدا في الايام اللي احنا فيها، متطلباتهم كتير، عندهم يعني قدرة على العند بشكل فظيع. فاحنا بنستحمل نستحمل، وبيبقى يومنا طويل، واشتغلنا في البيت وبره البيت، ورجعنا خدناهم علشان ننزل نشتري لهم حاجات ونفرحهم، بنلاقي ان العكس، احنا بنتبهدل والناس بتتفرج علينا، بل بالعكس الناس بتلومنا كمان ان احنا امهات وحشين، ان احنا امهات يعني مش صالحين، احنا قلبنا قاسي قوي على اولادنا. لا حضرتك، احنا بنبقى استنفذنا كل الطرق الممكنة علشان الطفل يسمع الكلام، عشان الطفل يبقى هادي ومؤدب، لكن ما نفعش. فلما زعق في ابني او بنتي في محل، يعني ما حصلش حاجة، انا بحاول احكمه، بحاول اسيطر عليه. فبدل ما تقولوا عليها كده، لا قول كتر خيرها، الاطفال صعبة، ربنا يقويها، شوف الطفل ازاي يعني ابنها خرجها عن شعورها. لا، فما ما تحكموش على الناس او على الامهات ان هم وحشين، ان هم قاسيين، ان هم فقدوا عقلهم. لا، هي الاطفال فعلا بتطلعنا عن شعورنا.